يا مساء الفل على الحلوين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده هكون معاكم في فيديو جديد، هنعمل مع بعض طاجن سجق في الفرن بالبطاطس. معايا بصل متقطع جوانح، ومعايا فلفل وطماطم متقطعه برضو جوانح، وقطعت بطاطس شرايح كده، ومعايا طبق سجق اطياب. هبتدي الاول ان انا افصل السجق عن بعضه. زي ما انتوا عارفين هو بيبقى عامل زي الشريط كده في بعضه، فهبتدي اقطعه عشان يبقى كل صباع لوحده. زي ما انتوا شايفين كده، طبعا كنت مطلعاه قبلها ب10 دقايق تقريبا، يعني ما يبقاش متلج قوي ما يبقاش فاكك، يعني السجق اصلا ما ينفعش يفك. جبت بقى صينيه، حطيتها على النار تسخن، وحطيت فيها شويه زيت وحته سمنه. وبعد كده نزلت بالسجق، بعد ما سخنت خالص نزلت بالسجق، اديته صدمه وقلبته تقلبتين كده لحد ما تشوح ونزل كده دهون. هو اصلا سجق اطياب ما بينزلش دهون كتير زي السجق العادي. تمام. بعد كده بقى هبتدي ان انا ارفعه من على النار، هرجعه تاني في الطبق، وهنزل بقى بالبصل مكانه، هزود بس شوية زيت وهنزل مكانه عشان البصل والطماطم والفلفل ياخدوا من طعمه. نزلت بالبصل وماما كانت حاطالي عليه فلفل اسود وملح، ف ما حطيتش بقى ملح وفلفل اسود خالص، يعني قلبت بس كله في بعضه كده ان هو يتشوح. لما البصل نزلت عليه بحته سمنه صغيره اهي، لقيت الماده الدهنيه قليله فنزلت بحته سمنه صغيره. تمام. بعد كده بقى هبتدي اقلب فيه لحد ما يتشوح وريحته تطلع، وبعد كده هنزل عليه بالفلفل، اشوحه برضو في بعضه البصل مع الفلفل شويه، اديله كام تقليبه كده مع بعض. وبعد كده هنزل بالطماطم، برضو اديها كام تقليبه معاهم، واسيبها يعني يغلوا شويه بحيث ان الطماطم تبقى شبه اتسبكت. انا كده كده هحط صلصه في الاخر. بعد كده بقى احط فص ثوم مهروس واقلبه كويس لحد ما ريحته تبتدي تطلع. طبعا انا هرسه الثوم وحط عليه كزبره. هنزل بقى تاني بالسجق واديله تقليبه في وسط الخضار، كام تقليبه كده مش تقليبه واحده. وبعد كده بقى هبتدي انزل بالبطاطس عليه زي ما انتم شايفين كده. هقلب بقى كله في بعضه، هجيب معلقه صلصه في كوبايه ميه ادوبها فيها وانزل عليها، انزل على السجق بيها. وبعد كده هرجع احط كوبايه ميه تانية بحيث ان هو يغلي غلوتين، وهرجع بقى احطه في الطاجن وادخله الفرن. عايزه اقول لكم طعمه كان خرافي بجد. انا اول مره اعمل السجق مع بطاطس، انا دايما بعمله ببطاطس ببصل وفلفل وطماطم، واغلب الاوقات بعمله في مكرونه او ناكله في عيش فينو. المره دي عملته ببطاطس، اول مره اجربه ببطاطس. عايزه اقول لكم ان طعم البطاطس اطعم من السجق، بجد طعمه كان خطر. جربوه قولي رايكم في الكومنتات. نزلت بقى بكوبايه الميه على الصلصه، ورجعت نزلت بكوبايه ميه كمان. دقت بقى الملح بتاعه، لقيته محتاج ملح بسيط. طبعا السجق اصلا بيبقى متبل مش محتاج اي توابل خالص، بس انا كنت متبله في الاول الملح البصل بملح وفلفل اسود زي ما قلت لكم، ورجعت حطيت سيكه ملح عشان الميه اللي حطيتها والصلصه. هياخد بقى غلوتين على النار، وبعد كده هحطه في الطاجن وادخله الفرن. طبعا انا قبل ما اشتغل اصلا مولعه الفرن وسايباه يسخن، بحيث ان انا اول ما ادخله يغلي على طول ما ياخدش وقت. جبت بقى معاكم الطاجن ده، هو طاجن صينيه، ده برام فخار. فهنزل بالسجق والبطاطس والحاجه يعني فيه، ابتدي بقى ان انا اسويها ببعضها، واحط شويه ميه مغليه، كان في جنبي ميه مغليه في الكتل، احطهم في الصينيه وبعد كده انزل بيها عليه بحيث ان هو لما يغلي برضو ما ينشفش. هو كان فيه صوص، يعني ما كانش سايب وما كانش ناشف، كان فيه صوص بسيط كده بعد ما استوى. بس قلبته واحط له برضو سنه ملح، جيت ادوق لقيته محتاج ملح، انا زودت ميه فحط له سنه ملح بسيطه، وهدخله بقى الفرن.
نسيت اقول لكم، لما كان البصل بيتشوح حطيت عليه بابريكا مدخنه، دي حاجه اختياري كده من عندي. بس سويت بقى الصينيه وهدخلها بقى الفرن، وابتدي بعمل معاكم الرز بشعريه. معروفه كده، انا اي حاجه بعملها في الفرن بعمل جنبها رز بشعريه. عارفين لو البطاطس دي هعملها على النار ممكن اعمل جنبها رز ابيض، لكن لو في الفرن لازم رز بشعريه. اي طاجن او صينيه او اي حاجه بعملها في الفرن لازم جنبها رز بشعريه، دي طقوس لازم نمشي عليها. المهم انا حضرت بقى الشعريه وكنت غاسله الرز ونقعاه شويه. ابتدي بقى ان انا احمر الشعريه. حطيت حله على النار، حطيت فيها شويه زيت واسيبهم يسخنوا، وبعد كده هنزل بكميه الشعريه اللي انا عايزه اعملها، وهفضل بقى اقلب فيها لحد ما تحمر زي ما انتم شايفين كده. لو انتي وصلتي بالفيديو لحد هنا ولسه ما حطيتيش لايك، حطي لايك حطي لايك حطي لايك. ولو انتي بتتابعيني ومش عامله لي سبسكرايب، اعملي سبسكرايب او اشتراك وفعلي الجرس على علامه الكل عشان اي جديد بنزله يوصلك. قلبت بقى الشعريه زي ما انتم شايفين كده، هفضل اقلب فيها لحد ما تغير لونها، وبعد كده هحط لها كوبايه ميه. انا مش عارفه في حد بيعملها بنفس الطريقه دي ولا لا، بس انا بشوح الشعريه الاول وبحمرها، وبرجع بعد كده احط لها كوبايه ميه واسيبها تغلي غلوتين، اللي هو زي ايه، زي عقدها كده. بسيبها تغلي غلوتين وبعد كده بنزل عليها بالرز بميته. انا بشوف ناس بيحطوا الشعريه يحمروها وبعد كده يحطوا الرز فوقها ناشف مفيش فيه ميه يحمروه، وبعد كده يحطوا الميه بتاعه الرز اللي هي عقده. فانا بصراحه مش بعرف اظبطها كده، يعني انا بعمله بالطريقه دي. معرفش بقى في حد زيي بيعمله كده ولا لا. لو في حد زيي بيعمله كده يكتب لي في الكومنتات تحت. ولو عايزين اي وصفه او اي طريقه اكل معينه اكتبوا لي في الكومنتات وانا هعملها لكم من عيوني. نزلت بقى بالرز زي ما قلت لكم بميته واديته تقليبه، وهغطي عليه، ولما يبتدي يتشرب هحطه على العين الصغيره واوطي عليه. هنا كان خلاص اتشرب اهو، نقلته على العين الصغيره ووطيت عليه وشويه كده وهقلبه. وهنا كانت خلاص السجق استوى، طلعته من النار. يا سلام على الريحه. ليه هنا مفيش اوبشن انكم تشموا الريحه معايا؟ ليه؟ بصوا البطاطس دايبه دوب، والسجق وشه اتحمر، بجد طعمه كان خطر. الف هنا، الف هنا على قلبنا. بس كده تعالوا اوريكم عن قرب. شايفين كده؟ اكون خلصت الفيديو معاكم النهارده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير.